الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، إن نداء عظيما ينادى به من أول ليلة في رمضان إلى آخر ليلة من رمضان، ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير، يا من تريد الخير لنفسك، يا من تريد الخير لأهلك، يا من تريد الخير لمجتمعك، أقبل، فهذا شهر الخير، هذا شهر الخيرات، هذا شهر البركات. إن لم تقبل في هذا الشهر فمتى تقبل؟ إن أعرضت في هذا الشهر فمتى تسير إلى ربك؟ أقبل. ويا باغي الشر أقصر، فإنك تعان على نفسك وتعان على الشياطين، فاترك الشر واعزم على تركه وتوكل على ربك، فهذا شهر الإعانة. والله إن هذا الشهر يعان فيه العبد على طاعة الله وعلى الخيرات، ويعان فيه العبد على ترك المعاصي. ولذلك لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، فلما صعد الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين، فلما نزل فداه أبي وأمي والناس أجمعين قال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، قد فعلت شيئا ما كنت تفعله. فقال: إن جبريل عرض لي آنفا فقال: بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. الله أكبر. بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له. لماذا بعد؟ لأن الإنسان في رمضان يعان على الخير ويعان على ترك الشر، وهذه من أعظم أسباب المغفرة. فإذا أدرك الإنسان رمضان ولم يقبل على طاعة الله ولم ينتهي عن معصية الله فلم يغفر له، بعد. من الذي دعا؟ جبريل عليه السلام. ومن الذي أمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الملائكة دعا، وأفضل الرسل عليهم السلام أمن. الله أكبر، ما أعظمه من مقام. ينبغي أن تتفكر يا أخي وأن تتفكر يا أختي، لما كان هذا الدعاء؟ لما ذكر أن شهر رمضان هو شهر الإعانة، فينبغي أن نجتهد في قود أنفسنا إلى طاعة الله. فيا باغي الخير أقبل، ومنع أنفسنا عن معصية الله، ويا باغي الشر أقصر. رزقني الله وإياكم الطاعات، وكفاني وإياكم شر المعاصي، وجعلني وإياكم من عباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.